ملي كتفكر في المغرب غالبا كيجيك لبالك داك التصوير القديم اللي ما كيموتش ديال التاريخ. كتفكر في الحيوط القديمه ديال فاس والاسواق ديال مراكش اللي عامره بريحه العطور ولا الجمال ديال جبال الاطلس. هذه قرون والمملكه معروفه بموقعها الجغرافي كبوابه بين افريقيا واوروبا، قنطره حقيقيه فين كيتلاقاو الثقافات وطرق التجاره. ولكن بين ما العالم كان كيشوف غير في البحر والمدن القديمه، كاين شي حاجه تبدلات لداخل في الارض. الا شفتي مورا البني التقليدي ودخلتي للكولوارات البارده ديال السيرفرات اللي مضويه بالنيو في مراكز البيانات في بنجقرير، غتشوف واقع اخر كيتصاوب. اكبر داتا سنتر في افريقيا ما كاينش في مراكز التكنولوجيا المعروفه بحال كيب تاون ولا نيروبي، كاين هنايا في قلب المملكه. علاش كبار التكنولوجيا في العالم بحال اوراكل مايكروسوفت وانفيديا بداو فجاه كيكبوا الملايير ديال الدولارات في الرمله ديال شمال افريقيا؟ القضيه ماشي غير قلبوا فين يخزنوا الملفات، هذه لعبه شطرنج كبيره ومدروسه. المغرب كيبني حصن اخضر اللي باقي العالم ببساطه ما يقدرش يقلدو. اليوم غندخلوا لوسط مملكه السيليكون باش نشوفوا كيفاش المغرب كيتحول من مجرد بوابه لافريقيا باش يولي هو العقل الرقمي ديالها. ولكن كاين واحد التحدي في عالم فيه توترات سياسيه كبيره بين الامريكان الصين وروسيا. كيفاش قدر بلاد واحد يجمعهم كاملين في طبله واحده؟ الجواب كاين في واحد المراهنه ديال مليار و200 مليون دولار اللي غتبدل الخريطه ديال دول الجنوب كامله. العقود طويله قوه المغرب كانت في الحوايج الملموسه. شفنا النجاح ديال طنجميد اللي ولا اكبر ميناء في افريقيا وفي البحر الابيض المتوسط. شفنا المملكه كيفاش بنات امبراطوريه عالميه ديال الاسمده عن طريق المجمع الشريف للفوسفات وضمنات بلاصتها في سلسله الغذاء العالميه. ولكن الخطه الكبيره ديال الملك دخلات لمرحله جديده وطموحه بزاف، التحول الرقمي. في هذا العصر الداتا ولاو كيسميوها البترول الجديد، ولكن إذا كانت الداتا هي البترول فالذكاء الاصطناعي هو الموتور. والذكاء الاصطناعي كيحتاج لجوج حوايج اللي العالم بدات كتقاضى ليه فيهم السلعه: مساحات كبيره ديال الارض وكثر من هادشي كميات هائله ديال الضوء. المغرب عنده هاد الجوج بوفره. ملي كنشوفوا الطريق ديال هاد التحول كنلقاو بزاف ديال العوامل تجمعات. كاين الموجه الكبيره ديال مراكز البيانات اللي غاديه لجهه الدار البيضاء، وكاين السلاح السري ديال الطاقه المتجدده في الاقاليم الجنوبيه، وجيل جديد ديال مدارس الكودينغ الواعره اللي كتخرج محاربين رقميين. المغرب ماشي غير مرتبط بالعالم، ولا بحال الباطو كيجذب الاستثمارات الرقميه. شوف غير الكابل البحري ميدوزا اللي الطول ديالو 8700 كيلومتر عبر البحر المتوسط وكيوصل حتى للناظور وكيعطي قوه ديال 20 تيرابايت في الثانيه. هذا الكابل كيوفر سرعه خياليه لاوروبا وبالضبط لمارسيليا، وهذا الشيء كيخلي المغرب قريب رقميا لقلب الاقتصاد الاوروبي بحال اي مدينه اوروبيه اخرى. وهذا الشيء كيوصلنا للمجيء ديال العمالقه. علاش اوراكل اختارت الدار البيضاء والسطات وفضلاتهم على كيب تاون ولا القاهره؟ اوراكل مؤخرا دارت خطوه تاريخيه وحلت اول مناطق السحاب العام بابليك كلاود في شمال افريقيا هنا في المغرب. من بعد جا الافتتاح ديال مصنع نيكسيوس للذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس افريكا 2026. هذا ماشي غير بني عادي، هذه منصه ديال البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي السيادي بمليار و200 مليون دولار. هذا المشروع اللي تشاركوا فيه انفيديا ونيكسوس كور وسيستمز وشركه نيفر ديال كوريا الجنوبيه كيمثل مصنع ديال الذكاء الاصطناعي لدول الجنوب كامله. ملي كتحرك الفلوس الصحيحه في العالم كتمشي لجهات الاستقرار والمشاريع الكبيره. وهاد الماكينات عندهم واحد الجوع اللي اغلب الدول ما تقدرش تشبعه، كيحتشوا بزاف للضوء. وهنا فين كيبان الامتياز التنافسي الكبير ديال المغرب. بزاف كينتقدوا الذكاء الاصطناعي بكونه كارثه على المناخ بسبب الطاقه الكبيره اللي كيحتاجها باش يخدم. ولكن الذكاء الاصطناعي كيكون كارثه غير الا ما كانش عندك الشمس والبرد ديال المغرب. في الداخله كاين دابا مشروع ديال داتا سنتر عملاق ب 500 ميجاوات ومصمم باش يخدم 100% بالطاقه المتجدده. المغرب حط هدف طموح باش يوصل 52% من الطاقه ديالو من المصادر المتجدده بحلول عام 2030. هذا الشيء كيخلي المملكه واحده من البلايص القليله في العالم فين الذكاء الاصطناعي النقي حقيقه ملموسه ماشي غير شعار ديال الاشهار. والابتكار ما كيحبسش غير في الطاقه. مراكز البيانات كيحتاجوا عاده كميات كبيره ديال الماء باش يبردوا، وهذا تحدي في المناطق الناشفه. باش يحل هذا المشكل المغرب كيجرب التبريد بالهواء الطلق والغطس في السوائل في المناطق العاليه اللي قريبه من جبال الاطلس. باستغلال الجو البارد ديال الجبال هاد المراكز كتقدر تنقص مصاريف الطاقه ديال التبريد حتى ل 30%. هذا زواج مثالي بين الجغرافيا والتكنولوجيا. ولكن هاد البنيه التحتيه كامله كتبقى غير حديد بارد الا ما كانوش الناس اللي يخدموها.
وهذا الشيء كيدينا لظاهرة مدرسة 1337. تخيل مدرسة بلا أساتذة، بلا خلاص وبلا أقسام عادية، مدرسة محلولة 24 ساعة على 24 و7 أيام في السيمانة. السمية ديالها 1337 جاية من لغة ليت اللي هي لغة النخبة في ثقافة الإنترنت القديمة. هاد المدارس اللي مدعومة من المجمع الشريف للفوسفات كتخدم بواحد النظام ديال الألعاب والتعلم بين الأقران، فين الطلبة اللي بزاف منهم انقطعوا على الدراسة ولا جايين من أوساط فقيرة كيتعلموا عن طريق حل مشاكل رقمية معقدة. ما كاينش محاضرات، كاين غير الكود. هذا الموديل كيخرج موجة جديدة من المحاربين الرقميين المغاربة اللي كيتخطفوا من شركات عالمية قبل كاع ما يتخرجوا. بينما مراكز الاتصال اللي كانت معروفة في المغرب بدات كتواجه خطر الذكاء الاصطناعي، المغرب خدام بالجهد باش يطلع المستوى. الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 كتهدف لخلق 270 ألف منصب شغل رقمي وتكوين 100 ألف متخصص كل عام. الهدف هو تحويل الشباب من خدمات بسيطة لمهام عندها قيمة عالية في تدريب الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات والأمن السيبراني. كاين واحد الامل كبير كتحس به عند الشباب هنا، ما بقاوش كيحلموا غير بالهجره لاوروبا باش يلقاو مستقبل، ولاو كيبنيو هذا المستقبل هنايا. ولكن هذا الصعود ما جايش من فراغ، جاي في وسط حرب تكنولوجيا عالميه. في اغلب بلايص العالم خاصك تختار جهه، يا اما تخدم بالهاردوير والسوفتوير ديال الامريكان ولا تمشي مع الانظمه ديال الشينوا ولا روسيا. المغرب قدر يدير حصن ديال الحياد. في الدار البيضاء غتلقى الماتيريال ديال هواوي والسوفتوير ديال اوراكل وحلول الامن السيبراني ديال روسيا من شركات بحال كاسبيرسكي، كل شيء خدام في اطار استراتيجي واحد. هذه هي الدبلوماسيه ديال رابح رابح اللي كتخلي المغرب محافظ على السياده ديالو. بتفادي التبعيه لجهه وحده، المملكه كتضمن باللي غتبقى هي مولاة القرار في مصيرها الرقمي. احسن مثال لهذا الشيء هو القنطره اللي بين شركات جي 42 ومايكروسوفت. العملاق الاماراتي ديال الذكاء الاصطناعي جي 42 دار شراكه مع مايكروسوفت باش يستعملوا المغرب كبوابه رئيسيه لنشر الذكاء الاصطناعي السيادي في كاع القاره الافريقيه. الرؤيه اللي وضحتها وزيره الانتقال الرقمي غيثه مزور باينه، الداتا ديال افريقيا خاصها تبقى في الارض ديال افريقيا. هذا الشيء ماشي غير على الخصوصيه، هذه قضيه امن قومي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محليه اللي كتفهم الدارجه واللغات الافريقيه الاخرى. ولكن خاصنا نكونوا صريحين بخصوص التحديات. هاد المعجزه الرقميه مازال ما وصلتش لكل شيء. بينما المدن الكبار بحال الدار البيضاء، طنجة والرباط كيتحولوا لمراكز تكنولوجيه، المناطق القرويه وجبال الاطلس مازال كيتقاتلوا غير مع الريزو العادي. هذا هو المغرب ديال جوج سرعات اللي حذر منه الملك. الثروه الرقميه خاصها تستعمل باش تسد هاد الفجوه، وبدينا كنشوفوا كيفاش هادشي يقدر يخدم، بحال مشروع اغري ايدج ديال المكتب الشريف للفوسفات اللي كيستعمل الذكاء الاصطناعي وصور الاقمار الصناعيه باش يعاون الفلاحه الصغار يعرفوا بالضبط شحال ديال الماء والفوسفات كيحتاجوا. وفي الجبال الذكاء الاصطناعي بدا كيتستعمل في التطبيب عن بعد، باش طبيب في الرباط يقدر يشخص مريض في دوار بعيد بزاف. الا قدر المغرب يسد هاد الفجوه الداخليه ما غيكونش غير مركز اقليمي، غيولي نموذج للعالم كامل. حنا دابا كنشوفوا تحول جدي في الهويه الاقتصاديه ديال المملكه. القرن من الزمان كان المغرب كيصدر الحوايج الملموسه، الفوسفات، الخضره ومؤخرا الطوموبيلات. في العشر سنين الجايه اكبر حاجه غيصدرها هي قوه الحساب، كومبيوتينغ باور. المسؤولين المغاربه ما بقاوش كيشوفوا الداتا كخدمه محليه، ولاو كيشوفوها كصادرات ديال المستقبل. كيف ما البلاد كتصدر الضوء لاوروبا اليوم، كتوجد باش تصدر قوه المعالجه اللي كيحتاجها الذكاء الاصطناعي في العالم. وكاين ما كبر من هذا الشيء، المغرب كيحط راسو كخطه باء خضراء لاوروبا. مع غلاء اسعار الطاقه في اوروبا والقوانين البيئيه اللي ولات صعيبه، شركات التكنولوجيا الاوروبيه ولات في ازمه. هاد الشركات ماشي غير غيشريو الضوء الخضر من المغرب، بل غيصيفطوا الداتا ديالهم عبر كابل ميدوزا باش تعالج بالشمس ديال المغرب. السوبر كمبيوتر طوبقال اللي كاين في جامعه محمد السادس متعدده التخصصات التقنيه في بونجرير هو القلب ديال هذا العصر الجديد. هذا الكمبيوتر اللي كيتصنف من بين الاقوى في العالم كيمثل القفزه ديال المملكه للنادي الكبار في مجال الحوسبه العالميه. اللي تعلمنا هو باللي المغرب قدر يستغل الموقع الجغرافي ديالو والاستثمار القوي في الطاقه الخضراء والمواهب ديال الشباب ديالو باش يبني مملكه السيليكون اللي ولات ضروريه للاقتصاد العالمي. في عالم مرون وفيه سلاسل التوريد كتقطع وتوترات سياسيه كتزاد، الاستقرار هو العمله الغاليه. المحور الأطلسي ديال المغرب كيبين باللي هو الميناء الآمن لمستقبل التكنولوجيا. الخريطة أخيراً ولات خدامة لصالح المغرب. المملكة ما بقاش غير كيتفرج في المستقبل من الجنب، ولا هو اللي مستضعفه. من سهول الداخلة اللي فيها البرد للمختبرات ديال التكنولوجيا في بنجرير، العقل الرقمي ديال أفريقيا بدا كيفيق. مملكة السيليكون حلات بيبانها، وهذه غير البداية ديال تحول غيبقى الأثر ديالو الأجيال.
وحنا كنشوفوا العام 2030. السؤال ماشي هو واش المغرب يقدر يولي رائد في التكنولوجيا، ولكن كيفاش العالم غيتأقلم مع مستقبل ولات فيه شمال أفريقيا هي مركز الخريطة الرقمية. واش كتظن باللي المغرب يقدر يولي فعلا هو المركز العالمي للذكاء الاصطناعي الأخضر، ولا التحديات ديال المغرب ديال جوج سرعات كبيرة بزاف؟ البنية التحتية كتحط، الكود كيتكتب، والعالم بدا كيرد البال. التحول من بوابة ديال التجارة لبوابة ديال الذكاء قرب يكمل. هذا هو المغرب الجديد، هذه هي مملكة السيليكون.